في الفيديو اللي فات شرحنا الجزء ده كله. عبد الله صبرا وهيدي رحلة ال100 مطعم. بهذه الحملة بدي غطي 100 مطعم موجودين على الأراضي اللبنانية من شمال. وقفنا لحد الانك ترانزيشن اللي احنا عملناه بتاع الخريطة. ففي الفيديو ده نشرح حركة الكاميرا اللي اتعملت في الفيديو كله ازاي تعملها بشكل سلس، وكمان نشرح معاها المشهد ده. وأنا علي إني روح لعب، بس بشرط لازم يكونوا مطاعم يا إما ظلمتهم السوشيال ميديا أو مطاعم مخفية مش معروفة قديمة. انتوا اختاروا، خلونا نكمل هذه الحملة ونوسع. مع طبعا كل التكتشرز اللي هنضيفها مع طبعا تصدير الفيديو. فهنبدأ أول حاجة عايزين نعمل الترانزيشن اللي حصل عشان نخرج من المشهد ده للمشهد ده اللي هو زي كده. ترجع الكاميرا ويظهر المشهد الجديد ده. هنعمله ازاي؟ اول حاجه معانا عشان نعمل كل الحركه بتاعتنا دي نروح نعمل نيو كاميرا ونروح نربط بالكاميرا دي نل. هتضغط كنترول الت شيفت واي هيعمل لك نال جديد، فعله 3 دي وتربط الكاميرا بالنال. فاختصارا للوقت انا بستخدم بلجن الموشن تول. بتروح تحدد الكاميرا وتعمل اد نال، بيعمل نال جاهز. تضغط حرف بي من الكيبورد بحيث تحرك في البوزيشن او بعد الكاميرا عن العناصر. تحط كي فريم وتخليه في البدايه. هتيجي هنا احنا عايزين نعمل زوم على اول خريطه اللي هو انا اللي من الشمال للجنوب. فاول حاجه هنروح نعمل زوم ان على الشمال اللي هو فوق الخريطه زي كده بالشكل ده، وهتحدد الاثنين كي فريمز دول وتعدل الجراف بتاعهم. تضغط اف 9 من الكيبورد وتروح على الجراف من هنا وتعدل الجراف بتاعهم بالشكل ده. اعتقد هنحتاج نبعد المده بتاعته شويه، هيبقى معاك زي كده. هتروح مش عايزين بقى الحركه بتاعته تقف زي كده وبعد كده نحرك في النال التاني كده، لا بنروح نعمل كمان نال، نروح نقف عليه ونعمل اد نال بيعمل نال جديد مربوط بيه. تضغط حرف بي من الكيبورد، تحط كي فريم قبل ما الكي فريم ده ينتهي، بتحط الكي فريم دي قبلها بالشكل ده. تتحرك قدام شويه قبل ما يختفي كل الكلام اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات ده يظهر. هتيجي هنا تنزل لتحت وتعدل الجراف بتاعه يكون مناسب مع الجراف اللي قبله بالشكل ده، يكون سريع بطيء بس تخلي البيك دي تكون قريبه اكتر للبدايه بتاعته. تمام. المفروض الحركه اللي بعد كده معانا اللي احنا نطلع بره الكادر بالشكل ده مع الترانزيشن اللي هيحصل ان هم يختفوا ويبدا يظهر الايكونز الجديد. فهنروح نربط بالنال القديم اللي احنا عملناه ده نال جديد، ونضغط حرف بي ونحط كي فريم على البوزيشن، نتحرك قدام شويه وهنرجع بالكادر خالص لحد ما نظهر المشهد الجديد بتاعنا او الفريم اللي هيتحط فيه لسه المشهد الجديد بتاعنا زي كده. مثلا نضغط اف 9 من الكيبورد ونعدل الجراف يكون بطيء سريع زي كده. طبعا لو محتاج تعرف الترانزيشن اللي هو البرن ده اتعمل ازاي، ده انا شرحه في الفيديو اللي فات بس ممكن برضه اقول لكم هنا عليه تاني سريعا كده. ده بافكت السي سي بيرن فيل. خلينا مثلا نحذفه ونطبق على دي، بنروح عليه وتكتب سي سي بيرن فيل، هتضيف الافكت، تحط كي فريم على البيرن، تضغط يو من الكيبورد عشان تظهر الكي فريمز اللي انت عملتها. خلي ده ثابت هنا الام بتاعه. تروح عند اللحظه اللي انت عايز تخفي فيها مثلا هنا، تروح تزود دي تخليها وليكن 90. وانا هنا اعتقد مش معدل لهم الجراف، انا عامله بس اف 9 بس يعني بحيث ان از اوت. خليه بس المده بتاعته مع نفس اللي احنا عملناه بقى الترانزيشن عشان كله يختفي في وقت واحد. تمام. ومن هنا المفروض هنبدا المشهد الجديد. انتوا عليكم تقولوا لي مين. عايزين بقى نجيب اول حاجه العناصر اللي احنا ضفناها في المشهد ده. اول حاجه معانا وهي الايكون بتاعت الشخص ده. دي بتروح تجيبها عادي من موقع فلات ايكون، بيوفر لك ايكونز كتير سواء انيميتد ايكون او ايكون عاديه. فنروح نكتب مثلا بيرسون وتختار عادي الايكون المناسبه ليك. انا هحاول اختار معاكم نفس اللي انا استخدمتها في الفيديو تقريبا، هي دي بس احنا مغيرين طبعا معدلين عليها. فهناخدها نحملها بي ان جي من هنا ونعمل فري داونلود، وهتسحبها عندك على افتر افكت بالشكل ده، وتروح تغير اول حاجه تضيف عليها افكت الفيل. فنروح نبحث كده على افكت الفيل تلاقي حولها احمر معاك، بس احنا محتاجين نغيرها تكون ابيض على حسب طبعا الالوان او الكالر باليت اللي انت شغال بيها. تمام. فبعد ما خليناه ابيض معانا بالشكل ده نروح نضيف عليها دروب شادو، نعلي شويه بس في الاوباسيتي والديستانس حاجه بسيطه خالص. حاجه اخيره خالص نضيفها معانا تغير الشكل بتاعنا يخليها شكلها افضل معانا، هو بريسيت الجلو. ده بريسيت جاهز انا عامله متعدل عليه، يعني جلو مجاني مش دي جلو. لو محتاجه طبعا ابعت لي على الانستجرام، يعني ابعت لك اللينك بتاعه على طول ان شاء الله. ممكن نصغرها معانا بالشكل ده وندفع لها 3 دي ونبتدي نطلعها فوق بالشكل ده. تاني حاجه معانا وهي الايكون بتاعه المطعم دي. تمام. دي برده من نفس الموقع فلات ايكون اللي انا كنت استخدمتها برضو لو فاكرين في اللي هي على المشهد بتاعه الخريطه دي. فاحنا ممكن ناخد واحده من دول وناخدها بالشكل ده نفعلها 3 دي، ونفس الافكتس اللي احنا ضفناه على العنصر الشخص ده هنروح نضيفها برضو على الايكون دي. فنروح ناخدها كلها ما عدا طبعا الفل. يعني بص لو خدنا الفل معاها تتحول معانا ابيض، مفيش فيها اي تفاصيل. فهنحذف الفل ونسيب بقيه الافكتس التانية. صغر برضو حجمها شويه، احنا عايزينها سنتر بالظبط. ممكن نفتح من هنا الايكون دي كده، تفتح التايتل اكشن سيف عشان تبين لك انت واقف سنتر ولا يعني بالشكل ده. تالت حاجه معانا وهي الشخص نفسه زي كده. احنا طبعا الفيديو الاصلي معانا كان فيديو الشخص بالشكل ده، لو خدناها من السكرين شوت من هنا وقصيناها بالفوتوشوب والكلام ده كله هنتعب معاها ومش هتطلع عمرها بنفس الكواليتي اللي احنا مطلعينها والتكستشرز اللي طالعه هنا. هي طبعا كده اصلا مش باين قوي لان مقلل الريزوليوشن، يعني كده بصوا فيها تفاصيل واضحه اكتر. كل اللي انا عملته خدت صوره للشخص بالشكل ده، او تروح تجيب اكونت الشخص اللي انت شغال معاه لو حاطط صوره بروفايل كويسه. فنروح عايزين لقطه كويسه او فيها رياكشن كويس تاخد منها الصوره. احنا طبعا ممكن اصلا نعدل على الرياكشن بتاعه، هقول لكم برده نعملها ازاي. احنا طبعا ده كله هنعمله بالاي اي، فممكن حاجه زي كده. لو حبيت تاخد
سكرين شوت انا بستخدم برضو الاف اكس كونسول اللي هي بنضيف منها الاف اكس على اللي هي دي البلجن دي يعني. هتروح تقف فريم ثابت كده وتروح تعمل كنترول سبيس، بيظهر لك كذا خيار كده. انت بتعمل سكرين شوت من هنا او علامه الكاميرا دي، فهو اوريدي خدت سكرين شوت اصليه. بتروح تعمل من هنا داونلود، تختار انت ساعتها جي بي جي ولا بي ان جي، فانا سايفها عندي بي ان جي عادي. فتروح تفتح بقى شات جي بي تي وتضيف عليه الصوره دي اللي احنا خدناها سكرين شوت. هنكتب له برومت بسيط خالص او مش برومت، يعني انت تتكلم معاه عادي هو هيفهم. فانا قلت له مثلا عايز صوره الشخص نفسه تكون الوجه فقط مقصوص مع تظبيط الكواليتي والاكشن واضح للشخص وهادي. وما تنساش طبعا تقول له برده في البرومت اللي انت بتكتبه انه ايه يفرغ لك الصوره بي ان جي عشان ما تتعبش وانت بتقصها. واكد عليه برده قول له وتكون الخلفيه متفرغه عشان ما يطلعكش الصوره نفسها كلها كده بي ان جي يعني. وهيبدا هو يعمل معاك الصوره بالشكل ده. نستنى برده نشوفها مع بعض. تمام هو كده طلع الصوره معانا. ممكن انت تعدل معاه اكتر في البرومت وكده، بس انا بوريك بس الفكره نفسها اتعملت ازاي لو انت حبيت تطبق بعد كده يعني الشرط. خلينا نستخدمها او عادي ممكن اخد انا نفس الصوره اللي انا يعني طلعتها على طول جاهزه واوريكم ايه الافكتس اللي هنضيفها عليها. تمام فهنجيب الصوره معانا بالشكل ده. اول حاجه ضايفين عليها طبعا الدروب شادو نفس اللي ضفناه. احنا ضايفين عليها 2 دروب شادو. ليه 2 دروب شادو؟ لان واحد بيعمل اللي هو الشادو الخفيف اللي وراها، واحد تاني عامل الشادو يعني بصوا انا خفيت لكم التاني ده وعامل الشادو اللي هو في الجنب ده، مش عارف واخدين بالكم منه ولا لا. والاول اللي هو عامل الشادو الخفيف خالص اللي هو الناحيه التانيه. فاحنا ضايفين واحد يمين وواحد شمال. هنكبر دول كده بالشكل ده عشان يكون شبه الفيديو. هنيجي بقى عايزين نعمل ترانزيشن هنا اللي هو حصل بتاع الافكت سي سي بيرن، محتاجين نعمله برده على الايكون دول يظهروا من البدايه يعني. فهناخد نفس الافكت سي سي بيرن ده اللي احنا ضفناه وشرحناه، ناخده نحطه على الايكونز الاثنين دول. خلينا نجيبهم بالشكل ده ونحطه من اول هنا. بس هنعمل حاجه احنا هنعكسه يعني. هو هنا جاي من 100% لزيرو، لا احنا عايزينه العكس. فهناخد اللي هم الكي فريمز اللي هم 100% نخليهم هنا وزيرو نخليهم هنا. والجرافات كده كده مش هتتغير يعني، انت بتحددهم كلهم تضغط اف 9 بس كده، مش محتاجين نعدل في الافكت ده جرافات قوي. فهتلاقي معاك ظهر بالشكل ده. اول ما بيرجع لو لاحظت في نفس الوقت بيبدا التانيين يظهروا، فالانيميشن يظهر ناعم معاك مع حركه طبعا الكاميرا السلسه. طبعا الانيميشن هيبقى ناعم معاك. في حركه اللي هي الويجل نسيت اشرحها لكم مع حركه الكاميرا، بس دي انا بحب ان انا يعني اعملها اخر حاجه عشان ما تلخبطليش الدنيا في النالز اللي انا هضيفها يعني. ده الفيديو الاصلي طبعا هنضيف اكتر من نال. وبالمناسبه ده البروجكت اللي انا ببعته لكم لما حد يطلب مني البروجكت يعني، ببعت لك الفيديو اللي انا اشتغلته مع الكلاينت نفسه اللي هو الفيديو كامل بكل حاجه، مش ببعت لك الشرح ده لان الشرح بيكون انا بوضح لك الفكره والانيميشن نفسه اتعمل ازاي، فيبقى معاك بالشكل ده. انتوا عليكم تقولوا لي مين محتاجين بقى نعمل الشيب اللي هو اتعمل ده هنا ونعمل الانيميشن بتاعه ان هو يوصل بين الشخص والخريطه. ده سهل جدا. بنروح نعمل من هنا شيب، نروح نعمل شيب بالشكل ده ونضغط ضغطه كده مطوله بالماوس وتسحب لتحت عشان يعمل معاك كيرف بالشكل ده، وتعمل كمان كيرف تاني لتحت زي كده. هو هنا مفعل الستروك بس مكبره قوي مخليه 200 وحاجه، فلا احنا مش عايزين ده كله، احنا عايزين نصغره كده ونقفل الفيل، نضغط عليه ونقفله بالشكل ده وهنغير دي نخليها بنفس الوان الهويه اللي هي اعتقد زي كده. طبعا عشان تجيب الالوان بالظبط انا كنت مستخدم نفس الالوان بالظبط، فهنروح ناخدها بالشكل ده. وهنروح اول حاجه قبل ما نعمل اي حاجه على الشيب هنروح نفعله 3 دي عشان لو الحجم اتغير معانا بالشكل ده نظبطه، ونضغط حرف جي من الكيبورد ونبدا نعدل احنا عادي في الجراف بتاعنا لحد ما يوصل معاك للشكل المناسب يعني. اعتقد في الفيديو الاصلي انا كنت عامل شكل شبه كده مثلا، بس احنا محتاجين نضيفه تحت الايكونز ما يكونش فوق، فنسحبه تحتهم بالشكل ده. وهنضيف عليه اول حاجه جلو، او ممكن نضيف عادي الجلو اللي احنا البريسيت اللي احنا عاملينه وبس، مش محتاجين نضيف له حاجه تاني. ممكن بس ندخل عليه بالشكل ده عشان نحركه. الشيب نفسه نعمل اد من هنا ونحط تريم باس، ده اللي هيحركه معانا. تروح تفتح التريم باس من هنا وعندك 3 خيارات، الستارت والاند والاوف. احنا هنستخدم الاند، تروح تحط عليها كي فريم وتقف في البدايه وهتخليه 0. فاحنا ننزل تحت عند الشيب 1 من هنا عند الستروك 1، وهتلاقي عندك خيار التبر تعلي في اول واحده دي كده الستارت والاند برده بالشكل ده. تلاقي عمل شكل يعني مدبب كده او حاد معاك، شكله صغر اكتر، فممكن نعلي الستروك شويه هتلاقي معاك زي كده. والانيميشن اتعمل معاك. الجراف بتاعهم حاجه بسيطه خالص زي كده تمام، ويطلع معانا بالشكل ده. انتوا عليكم تقولوا لي مين المطعم. المفروض في الحته بقى وهو بيقول انا عليا ان اروح لعنده هنجيب بقى صوره شخص معانا، نضغط حرف بي من الكيبورد عشان نفتح البوزيشن، نحط كي فريم في البدايه وهتخليه ده قدام شويه. هنيجي في البدايه هنا وننزل بصوره الشخص تحت لحد ما تطلع بره الكادر معاك. تحدد الكي فريم، تضغط اف 9 من الكيبورد وتعدل الجراف بتاعهم يكون سريع بطيء يعني زي كده مثلا. ومحتاجين بقى انيميشن يحصل بسيط خالص على الايكون بتاع المطعم دي كانه راح عند المطعم يعني. محتاجين نعمله السكيل حاجه بسيطه خالص زي كده اللي اول ما الشخص وصل عنده. فدي انت هتعملها ازاي؟ تروح اول حاجه تحدد الايكون بتاعت المطعم دي نفسها، اللحظه اللي هو يروح لعند الايكون بالشكل ده هنضغط اس من الكيبورد ونحط كي فريم عليه، هنسابقه شويه بالشكل ده ونحط كمان كي فريم ونخليه ورا. هنيجي بقى الفريم اللي احنا واقفين عليه ده هنكبر من السكيل حاجه بسيطه خالص من هنا، او هتروح عادي تكبره بالشكل ده من هنا. فانت هتحرك الكي فريمز دول تضغط اف 9 وهتدخل على الجراف، اول 2 دول هتسحبهم يمين
خالص بالشكل ده، بحيث نعمل الجراف اللي هو بطيء خالص، واسرع نقطه فيه اللي هي النهايه، في نفس الوقت هتكون بدايه الكي فريم التاني. فهنروح عند التاني ده ونعمل نسحبه للشمال بقى على العكس. طيب والمشهد التاني اللي بعد كده معانا ان احنا نعمل اول حاجه الترانزيشن نفس اللي احنا عملناه اللي هو بتاع البرن اوت ده، خليه اعمله معاكم من البدايه. انا بس شرحت الكلام ده كله وللاسف التصوير فصل، فانا خليه اشرحه لكم تاني برضو. اول حاجه كنت عملتها هنا اللي هو السي سي بيرن اللي اتعمل ده، نسخت نفس القيم بتاعت الاولى دي بالشكل ده، حطيتها بيست على التانية، وخليت بس اللي هي 0 في البداية واللي هي أعلى قيمة تكون في النهاية. أول حاجة حركة الكاميرا عشان أتحرك من المشهد ده المشهد اللي هو التاني ده، رحت على آخر نار كنت عامله، تعمل أد نار من هنا، تضغط حرف بي من الكيبورد وتحط كي فريم وتتحرك قدام شوية، وبتبتدي تعمل زوم على الكلمة اللي احنا كتبناها هنا، أو هنعتبر إن احنا عادي ما كتبناش حاجة. تروح تحدد الكي فريمز وتعمل F9 ونعدل الجراف بتاعهم بالشكل ده، تمام، وهيبقى معاك بالشكل ده. بس بشرط لازم كلمة بشرط دي بقى اللي انا كتبتها، نعمل كنترول تي ونكتب بشرط، عدل الكلمة وغير اللون بتاعها هيكون احمر، خدها ادفع لها 3 دي، تضغط كنترول الت هوم، بلاش كنترول هوم لان كده كده هنغير الحجم بتاعها، مش عايزينها سنتر قوي على الشاشة. كل الافكتس اللي هنضيف عليها دروب شادو، ونعدل بس في الديستانس بتاعته والسوفتنس، ونعلي شوية في الاوباسيتي، ونضيف عليه الجلو او البريسيت الجلو اللي احنا عملناه. الانيميشن بقى بتاعه بلجن انيميشن كومبوزر، بلجن طبعا مجانية تقدر تحملها. عندك حاجة هنا اسمها الاوفر شوت في التكست بريسيت، تروح تعمل الام بتاعها بالشكل ده. من هنا تقدر تتحكم في سرعة الانيميشن نفسه اللي بيحصل، ومن الاعدادات دي تقدر تغير في مثلا التأخير بتاعه او سرعة الباونس بتاعه. ودي الاعدادات اللي انا عاملها للانيميشن، يعني اللي ظبطت معايا، لو حابب تاخدها سكرين شوت او حاجة وتطبق بيها يعني هيطلع معاك زي كده. بس بشرط لازم يكونوا مطاعم. اول بيقولوا المطاعم ظلمتهم السوشيال ميديا، نفس اللي احنا عملناه ده برضو هنروح نعمله كنترول دي وننزله تحت، ونغير بس اللون بتاعه مش هنعمل اي حاجة فيه تانية وبس، ونغير الكلمة. هنيجي بعد كده محتاجين حركة كاميرا تنزل تحت عشان تجيب باقي المشهد اللي تحت، فنروح على اخر نال ضفناه، نروح على الموشن تول نعمل اد نال، نضغط حرف بي من الكيبورد، نحط كي فريم على البوزيشن ونتحرك شويه وهننزل تحت عليهم بالشكل ده، تمام. وهنعدل بقى الجراف بتاع النال ده، نضغط F9 ونعدل الجراف بتاعه يكون سريع بطيء بس مش حاد قوي يعني. الايكون دي طبعا رحت جبتها من فلات ايكون، نفس يعني كتبت سوشيال ميديا اعتقد، وكل ضفت عليها افكت التنت، وبنعدل الالوان بتاعته حسب الالوان انت شغال بيها. يعني انت شغال مثلا بالوان هويه حمراء بتعدلها بالشكل ده، فانا ضايف عليها التنت والبريسيت الجلو اللي انا قلت لكم عليه. وعشان تعمل بقى الانيميشن بتاعها ده انا عامله ببلجن الانيميشن كومبوزر برضو، بس حاجه في الموشن بريسيت اسمها اوفر شوت اللي هي بتعمل الان دي، تروح تعمل الان وتظبط بس سرعه الانيميشن بتاعتك. انا كنت مبطئها يعني عشان تظهر بالشكل ده، نفس الكلام ضفته تحت هنا، تمام. فعشان تعمل بقى الخط اللي هو بيفصل بين ظلمته السوشيال ميديا ومطاعم مخفيه، الخط اللي انا جبته من نفس الشيب اللي احنا عملناه ده، نروح نعمله كنترول دي بالشكل ده ونطلعه فوق هنا، نضغط حرف جي من الكيبورد، هتبتدي تعدل معاك الحركه بتاعته بالبين تول، او ممكن تختار يعني عادي البين تول هنا لحد الجزء اللي هو الكيرف اللي في النص ده وتعمله ديليت، وهتعدلها بالشكل ده عشان تعمل بقى الخط ده يكون متخطط كده. احنا كده كده عاملين الانيميشن بتاعه اللي هو الستارت والاند نفس اللي احنا عملناه، انا جايبه من التاني يعني ما عدلتش عليه حاجه. ممكن احذف بس افكت السي سي بيرن فيلم، تروح تفتح الستروك 1 ضيف عليه بس حاجه اللي هي اسمها الداشز دي، هيضيف لك عليه خطوط بالشكل ده، تقدر تتحكم في كميه الخطوط اللي ظاهره. فعشان ننقل بقى لحركه الكادر معانا المشهد اللي بعد كده اللي هو زي هنا مثلا، نروح على اخر نال نحط اد نال، نضغط حرف بي من الكيبورد، نحط الكي فريم ونتحرك للشمال بالشكل ده، وهنعدل الجراف بتاعهم زي كده مثلا. مش معروفة قديم. محتاجين بقى نضيف نفس الايكون اللي هو اتضاف ده، فده هسيبه لك ان شاء الله برده في البروجكت فايل، هو متضاف عليه جلو جاهز وكل حاجه، يعني كل اللي عليك هتضيفه تفعله 3 دي بس وتغير حجمه، وتضيف له بس البريسيت من انيميشن كومبوزر اللي هو الاوفر شوت اللي احنا ضفناه على الايكونز الثانيه وفي الفيديو اللي فات برضه. نيجي بقى لاهم نقطتين معانا بعد كده اللي هيحولوا شكل الفيديو بتاعك ويخلوه سلس كده ومريح للعين. اول حاجه وهي التيكتشرز، ثاني حاجه وهي حركه الويجل اللي بتحصل في الكاميرا زي ما اتفقنا ان احنا هنعملها اللي هي في الفيديو الاصلي بالشكل ده. فتروح على اخر النال معاك انت كنت عامل فيه الحركه، بتروح على اضافه الموشن تول مثلا تربط بيه نال جديد. هنيجي عند النال ده عندك طريقتين تعمل بيهم الافكت بتاع الشيك. اول حاجه وهي من الافتر افكتس نفسه اللي هي بتضيف عليه افكت الويجل وتبدا تعدل في الاعدادات بتاعته. عندك اكتر من خيار افكت الويجل اللي هو البوزيشن والروتيشن والسكيل، طبعا بتضيفه وتعدل في الاكسبريشن بتاعه. انا بستخدم انيميشن كومبوزر بيسهل عليا ده كله، فكل اللي بعمله بحدد النال اللي هو انا رابط بيه النالز اللي قبلهم زي ما قلنا، وتنزل تحت خالص تلاقي عندك الويجل ده. عندك طبعا في اكتر من خيار تاني لو حبيت انت تستخدم حاجه فيهم، بس لو عايز نفس اللي انا بستخدمه فانا بستخدم اللي هو ده، فبروح اعدله زي كده واروح اعمل الاي، هتلاقيه اتطبق معاك على المشهد. بس طبعا الحركه بايظه خالص، تروح على الانتنسي بتاعته وتخليها بين ال 8 وال 20 على حسب. طبعا لو انت عايز الحركه عاليه قوي فهتخليها قريبه لل 20، عايز الحركه هاديه خالص فهتخليها 8 او اقل كمان. انا بفضل اعملها من 12 مثلا ل 15، ده اللي بستخدمه اكتر في معظم الفيديوهات، واعتقد انا كنت عاملها 15 تمام، وهتلاقيها معاك اتطبقت بالشكل ده. انتوا عليكم تقولوا لي مين المطعم وانا علي اني اروح له، بس بشرط لازم
لازم يكون برضو دي بتزود من سلاسل الحركه اكتر معاك وبتخليه مريح اكتر للعين. تقدر تطبق نفس الطريقه دي على اي عنصر معاك عايز تضيفه، وليكن لو احنا عايزين نضيف للعنصر الشخص ده، فبتروح تحدده وبتعمل نال مثلا جديد مربوط بالشخص ده، وتروح تضيف على النال ده الافكت بتاعك، ويتعدل زي ما قلنا الانتنسي بتاعته. يعني لو مثلا نعمل ده حاجه بسيطه مثلا 9، لا اتطبقت معاك عادي زي كده. علي اني اروح لها بس بشرط. تاني نقطة معانا وهي التكتشرز اللي هنضيفها عليه. طبعا التكتشرز دي بتضيفها بعد ما تخلص الفيديو بتاعك كله يعني، وخلاص تعمله اكسبورت. فتروح تعمل من هنا نيو ادجستمنت لاير، وهتروح عليها وتحدد من هنا، تختار اللي هي اللابس تول، وتضغط عليها ضغطتين من فوق هنا من عند الايكون نفسها هنا، يعمل لك داير على حجم الفيديو كله بالطول كده. محتاجين بقى اول حاجة نضيف عليه افكت الليجاسيون بلور، وهتزود بس البلوريتنس بالشكل ده، يعني مثلا في حدود 20 او تمام. وهتروح تعمل له انفيرت من هنا، يعني بحيث يعكس لك الماسك يكون عامل على الاطراف اللي هي بره بس. وهتروح تفتح الماسك زي كده وتعلي بس الماسك فيزر شويه، مش هتعليه قوي برده عشان ما يبداش يدخل على الفيديو نفسه ويبوظ لك الشكل بتاعه، يعني حاجات بسيطه. ده اول اضافه معانا. تاني حاجه هنروح نعمل نيو ادجستمنت لاير تانية، هتروح تضيف عليها اول حاجه عشان تعمل الحواف اللي هي السوداء اللي كانت بتبقى ظاهره في الفيديو. تروح على الادجستمنت لاير وتبحث عن افكت السي سي فينيت، هو لوحده بيخليك الشكل زي كده. احنا ممكن بس نعلي في الاماونت بتاعته شويه ونقلل الانجل اوف فيو. ممكن تشوف الافكت حاد قوي من الحواف، بس ده لسه هنظبطه اكتر، هوريكم هنعمله ازاي. بعد كده على نفس الادجستمنت لاير اللي احنا ضفنا عليه الفينيت هنروح نضيف عليه نويز، وهتعلي النويز ده بس حاجه بسيطه كده، وهتشيل الصح من على يوز كولر نويز. واخر حاجه معانا اللي بقول لكم عليها اللي تعدل شكل السي سي فينيت اللي احنا ضفناه، وهي افكت الاكسبوجر. تروح على نفس الادجستمنت لاير زي ما قلنا وتضيف عليه اكسبوجر، وتروح على الاكسبوجر من هنا وتعلي القيمه بتاعته بالشكل ده، حاجه بسيطه خالص بحيث الصوره تفتح اكتر معاك، يعني زي كده مثلا. بص الفرق قبل وبعد. وطبعا بتحدد الان والاوت بتاعك اللي هي الحدود اللي انت هتصدرها او اللي انت عايز البرنامج يصدرها. بعد ما تحدد بتروح على الفايل من هنا وتروح على الاكسبورت. عندك خيارين، تصدره من الافتر افكت نفسه او تصدره من ميديا انكوردر. انا بستخدم ميديا انكوردر. هتسيب الفورمات زي ما هو، هتيجي عند البريسيت هنا، لو في حاجه بريسيت جاهز انت بتستخدمه هتعمله، لو ما فيش عادي هتسيبه زي ما هو. تروح تعمل ماتش سورس من هنا عشان ياخد نفس اعدادات الكواليتي بتاعت الفيديو نفسه. تروح تفعل ريندر ات ماكسيمم ديبث، وهتنزل تشيل الصح من هنا وتخلي دي هاي، وتنزل عند البيت ريت تقريبا اهم حاجه معاك في الفيديو تخليها في حدود 16 مثلا. وكده نكون خلصنا شرح الريل كامل ان شاء الله. ولو في افكار معينه حابين نشرحها يا ريت تقولوا لي رايك في التعليقات. وسلام.